منبت الأحرار، مشرق الأنوار، منتدى السؤدد وحماه، قبلة المحبين وموطن الكرماء والشرفاء، مغرب العز بين الأمم، بلاد البربر والأمازيغ والصحراء. منها انطلقت جيوش الفتح لتبني حضارتها في بلاد الأندلس، وفيها جبال الأطلس الشامخة وهي موطن الأسود. في المغرب لكل عربي مسكن وهوى، وفي سماؤها روح العروبة، ومن ينابيعها تروي ظمأ القلوب. تقول أحلام مستغاني: لم أعرف يوما أن للذاكرة عطر أيضا فهو عطر الوطن. وكذلك المغرب له عطر يعلق في الذاكرة ويشمم من مسافة 1000 وطن. المغرب في هذا اللقاء ومن خلال مباراة اليوم في مواجهة بلجيكا يسعى بكل تأكيد للوصول إلى الدور القادم، ويعلم تماما بأن بوابة العبور تكمن في مواجهة المنتخب البلجيكي، ويدرك أيضا بأن لقاء اليوم يجب أن لا يقل أبدا عما كانت عليه الأمور في المواجهة الماضية أمام المنتخب الكندي. كرة لمحاولة أولى لكن أيضا سهلة تصل عند حارس المرمى تيبو كورتوا. اليوم يظهر في مواجهة المنتخب المغربي ثاني جدا، وبعد ذلك عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن كبير بالنسبة لآلدرفايلد كأكثر لاعب تاريخي في المرحلة المقبلة، و3 نقاط تقربه من إنجاز عام 86 الذي فتح المقدمة كيفن دي بروين وإيدن هازارد ويوسف النصيري الذي يبدأ أساسيا. وبالمناسبة الكرة بمحاولة ملعوبة، لكن ياسين بونو في التوقيت المناسب يخرج عملية للاعبين المنتخب البلجيكي في مباراة اليومية مباراة. والكرة بعد ذلك هي موجودة، عرضية داخل منطقة الجزاء وأبعدت لله، كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء رأسية بعد ذلك لكن أبعدت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركلتسل يلعب مباراة الدولية رقم 109 وبداية أحداث اللقاء أمامية ملعوبة لكن 18 في روسيا، ويستمر أيضا بالكثير يلعب لنادي الوحدة. كرة بمحاولة لكن أيضا صافرة موجودة من حكم المباراة سيزر راموس. خط هازار يتركها الى كيفن دي بروين، محاوله ملعوبه داخل ملعوبه عن طريق تورغن هازار، راسيه وابعاد في جهه ملعب المواجهه. الله على الحضور او المتفرج في استاد لوسيل. كره بتسديده اصطدمت، تحولت الى خارج ارضيه الملعب. ركنيه 0 في المباراة الأولى أمام منتخب بولندا، كأس العالم اللي فتح عيون العالم على غربي خارج مباريات الدور الثاني بحضور حمدي. ملعوبة داخل منطقة الجزاء، رأسية من باتشواية لكن كرة على ليستر سيتي، وهنالك قاضية بالخطر. عسرة يا شباب، كرة بتسديدة في أحضان حارس. نتمنى بأن يظهر المنتخب المغربي بأداء أفضل والمرور. مر سفيان لا زالت مستمرة، يسقط في أرضية الميدان. صافرة موجود مثلت المنتخب المغربي وكانت أيقونة. عادت من جديد، تسديدة تأتي من مسافة حلوة هازارد، عادت مرة أخرى، وصلت أمامه هنا من خلال أحداث هذا اللقاء. حضرت بشكل جميل جدا في مباراة كرواتيا وأعلنت ملعوبة داخل منطقة الجزاء. مرة طالت خلال مباراة اليوم وفي أحداث هذا اللقاء. كرة أمام الحكم الدولي المكسيكي أمامي يعتقد فيها راية. نعم لا زالت مستمرة وقائمة، ملعوبة تأتي والتسديدة إلى خارج أرضية الميدان، إذا هذا الخطأ يا بوفال. عندهم مشاكل الآن. الهربة والانسلال يا حكم دي برويني، حذري من دي برويني. يلعبها داخل منطقة الجزاء منير لأشرف حكيمي، كان قريبا فيها من الانطلاقة والمرور. الرابط يبحث عن التقدم. صافرة موجودة بلجيكا، محاولة ملعوبة أمامية طالت على باتشواي. في هذا اللقاء كرة في الجهة اليسرى مغربية. 16 مباراة دولية لنور الدين ديفيد. محاولة تأتي ملعوبة خطيرة إلى خارج أرضية الملعب، وصلت لمصلحة المنتخب المغربي. المغرب انتصارا على حساب المنتخب البلجيكي أمامية. واللاعب الذي فاز مع المغرب ببطولة كأس رزياش. مرر يا زياش حاول لمصلحة المنتخب المغربي. ملعوبة جول
الحكيم اتخذ قراره، الحكم اتخذ قراره، منافسات بطولة كأس العالم وفي هذه وتداخله مع حارس المرمى وجود التسلل الكرة بمحاولة ملعوبة لكن برافو وصلت إلى حكيم زياش يسدد لكن في أحضان حارس المرمى تيبو كورتوا مراتي والتي انتهت بمصلحة العنابي برباعية كندا التي ستواجه بعد نهاية هذا إلى المنتخب المغربي الآن محاولة تقدم مر بالشكل مثالي جدا وسدد. الله 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 على منير، قمر ينير على أداء المنتخب المغربي في الشوط الثاني. وأمام أشرف حكيمي كرة بمحاولة رأسية لكن بعيد عن طريق تورغن هازار، لكن بعد ذلك البرتغال وانضمت إليه السعودية كرة بمحاولة المنتخب البلجيكي خطيرة في الجهة العرضية. الله يبحث عن التقدم لاعب ليستر سيتي مع المنتخب المغربي لا زال ينتظر إجراء أول قائمة لمصلحة المنتخب المغربي. تسديدة من هذا المكان بعيدة وضعيفة من نصير مزراوي، مرة ولا خطيرة داخل منطقة الجزاء لا زالت متصلة إلى الصيري لا كيمي إلى كرة داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا تعود من جديد أمامية ملعوبة لكن أيضا مرة أخرى المغربي مرور بالشكل مثالي عرضية في للمنتخب الفرنسي كرة بمحاولة إبعاد في الدوار إلى البديل تيليمانس ميرتنز يسدد. الله 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 يا محمدي الله. لا زالت مستمرة باتشواييه يسدد لا زالت مستمرة والقائمة تسديدة لكن بعيدة ماضية ويستمر أيضا في هذه النسخة. يستعد الآن كرة بمحاولة ملعوبة لكن أيضا كرة بمحاولة مغربية ملعوبة مباشرة جول هذه المرة أسود الأطلس تزهر من دي بروين أمامية داخل منطقة الجزاء عن التقدم والمرور لكن أيضا يا سلام الملعب استنفذت المغرب كل تبديلاتها الخمسة المتاحة من خلال اللاعبين في أرضية الملعب. ينتظر دخول من أحداث في هذه المواجهة كرة أرضية اصطدمت تحت كرة ملعوبة داخل المنطقة راسية مرت مصلحة المنتخب المغربي إبعاد الكرة والمحاولة من أجل الثاني مغربية داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا للتاريخ قاعدة في أمان الله ولقيت التلاتة دول عندي، قلت والله العظيم ما هسكت خالص. العيال نايمة وقلت أنا وجوزي بقى نطلعهم وناكلهم. طبعا انتوا عارفين ان الاندومي غلط على العيال، فأنا بصراحة بفضل ان انا أكله وهم نايمين لأني إياد بيشبط فيه بطريقة غبية جدا، وانا بأمانة هو غلط وكل حاجة بس انا بعشقه. سخنت ميه على النار وفتحت الاكياس زي ما انتوا شايفين كده ورحت قمت حطيت الاندومي بتاعي فيه، مفيش غلوه والتانية ورحت قمت طافيه لان انا بحبه بينضخ شويه كده بيبقى طعمه احلى بصراحه. وبعد ما استوى رحت قمت حطيته في قلب الاطباق وبعد كده رحت قمت حطيت التوابل بتاعته وقلبته. الناس اللي بتحب الاندومي تكتب لي تحت في التعليقات وتكتب لي هي بتحب بطعم ايه. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتراك وتعليق حلو زيكم ولايك. السلام عليكم.